شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. الموضوع الموالي اللي يتعلق بما حدث اليوم، فضيحة كبيرة وكبيرة جدا حدثت اليوم في كوت ديفوار. الجميع كان يمني النفس أن الجزائر أخيرا تدخل للمكتب التنفيذي، وبعد التطمينات وبعد الحديث عن انسحاب الشلماني الممثل الليبي اللي ما راهوش رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، راه مسؤول لجنة التحكيم، لكنه فاز مرة أخرى على الممثل الجزائري وبنتيجة عريضة جدا. رشيد عباد، شيء صفعة أخرى للفاف ولزفزاف. أنا لا أقول صفعة للجزائر لأنه زفزاف كان عليه أن ينسحب، لأنه الجميع كان يقول له بأنك سوف لن تفوز بالعضوية بعد هذه الخسارة المدلة أمام الليبي في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف. شيء غريب وغريب جدا أن الجزائر لا تستطيع أن تحصد إلا 15 صوت فقط أمام ممثل ليبيا اللي حصد 38 صوت. تصوروا أكثر من ضعف الأصوات. الجزائر التي استقبلت الشان، والجزائر التي استقبلت كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي استقبلت الألعاب البحر الأبيض المتوسط، والتي استقبلت اجتماع المكتب التنفيذي للكاف هنا بالشيراتون، والتي استقبلت أكثر من 3 مرات زارنا موتسيبي هنا بالجزائر، لكننا لم نتمكن من أن نصنع أو من التنافس حتى مع ممثل ليبيا. هذا البلد اليوم متواجد تقريبا بين قوسين في حرب وفي مشاكل سياسية، ومنتخب كرة القدم ضعيف ولا أصبح لا يستطيع حتى التأهل لنهائيات كأس إفريقيا. لكننا أمام هذه التصفيقات كنا الشلماني الذي فاز اليوم على ممثل الجزائر بالضربة القاضية 38 مقابل 15 صوت فقط. بعد بداية فرز الأصوات مباشرة الأمور حسمت للشلماني الذي كان يحصد الصوت تلو الآخر رشيد عباد. أعتقد بأنها فضيحة أخرى تضاف إلى فضائح كرة القدم الجزائرية. حتى في العهدة السابقة عمار بهلول تحصل على أصوات وصلت إلى 24 صوت يعني، وما كانش رئيس للاتحاد. أنا كان ممثل الاتحادية الجزائرية كرة القدم، هذا رئيس للاتحاد وتحصل على 15 صوت. هزيمة قاسية لنا كشعب جزائري. تفضل. والله رانا مصدومين، والله غير مصدومين. لان لماذا في الجمعيه العامه الاخيره تاع الفاف اللي جات في مركز بني مسوس العسكري، كان لي حديث جانبي مع رئيس الفاف، تكلمنا على هاد لي زيليكسيون. حبيت نشوف ابوبري رايه والاستراتيجيه تاعو اللي راح يضبطيها في هاد لي زيليكسيون. شفت فيها تفاؤل كبير. لا كان متفائل، هو قال بانني سافوز، وكان يقول لك الشلماني راح ينسحب ويكون ممثل. هو عندك سلمان يحيى شعبان غير هضره زايده باش كان فيه تفاؤل كبير، وقال لك انا عندي ضمانات من جانب الكاف، من جانب اعضاء الكاف، من جانب مام رئيس موتسيبي. لكن اليوم الواقع اثبت العكس. اليوم صراحه رئيس يجي عنده عام اللي جا سوا il a été élu le 7 juillet 2022. عام وشويه، عنده عام. من غير المعقول انك في عام تحب تطاكي لي زيليكسيون تاع الكوميكس تاع لاكاف. من غير المعقول. وراي الحمله تاع ما دارش حمله، حتى حمله مع نعم. بعض الاسماء الفاعله في كره القدم. نعطيك على سبيل المثال، احنا جارنا توانسه وديع الجري طلع 2012 على راس الجامعه التونسيه، حتى 2021 بس انتخب في الكوميكس تاع لاكاف. احسب شحال قريب باسكو 10 سنين. حتى محمد روراء بقى تقريبا 12 سنه او 2004 لو بريمي موندا تاع محمد روراء 2004 في تونس حتى 2017. 2004 حتى 2017. لا، ومن بعد دخل المكتب تاع الفيفا. ومن بعد دخل في المكتب تاع الفيفا اونتر هادو دار كي انتخب في 2004 كنا حاضرين معاه. اليوم صراحه اسكو اليوم الجزائر ما عندهاش لوبينغ او نيفو دو لافريك؟ يعني السياسيين الجزائر راهي قويه اليوم، ورانا نشوفوا يعني لي ديبلاسمون تاع وزير الخارجيه، رانا نشوفوا يعني الرئيس تبون كيفاش راهو مع الافارقه كيفاش، وخاصه اخيرا عندما
لا الجزائر قويه افريقيا قوية سياسيا، إفريقياً لكن رياضيا رانا بعد كثير. نورمالمون. هل وضعنا ثقه ربما في الشخص غير مناسب؟ نورمالمون. لانه هل هذا الشخص سي جاهد زفزان مع احترامنا له، نعم. هل من الطبيعي اليوم كيفاش راح يقابل؟ هو اللي كان يقول راح نفوز، كيفاش يقابل اليوم؟ خاصة أنه الوضعية أصبحت مخزية، يعني عيب أننا ندخلوا مع ممثل ليبيا مع احترامنا للشعب الليبي والجمهورنا في ليبيا، نعم. لكن ليبيا حاليا مع الجزائر ماهيش الأمور نفس الشيء، كيفاه يخسر بهذه الطريقة المدلة وما دارش حتى حملة؟ كان قادر يشوف أسماء لامعة اللي يدير بهم حمله. جاونا هنا شحال من مره، جا موتسيبي، جا الكوميتي تاع الاكزيكتيف تاع لاكاف كان هنا، رؤساء الاتحاديات جاو في الشام كاس افريقيا في جونفي، جاو في كاس اقل من 17 سنه نجيبوا 15 صوت، 15 صوت يعني. جوستومون انا جيفي دون تو سونس، بارك الله فيك عطيتني فكره مليحه. سي فري اون ا يو 3 كوميكس في الجي، 3 ريونيون دو كوميتي اكزيكتيف دو لاكاف في الجي en l'espace de 6 mois. Mais on n'a pas pu profiter de la présence des membres du comité exécutif de la CAF باش نديروا un lobbying. Dans ce cas-là كيما كان يدير الرئيس السابق شرف الدين عماره، كيما كانوا يجيو هنا لي ممبر du comité exécutif ما كانوش يديروا ريونيون، كانوا يجيو باغ اكزومبل دي فوا كوميسار ولا يجيو دي فوا بور دي ريونيون تكنيك، كان يتلاقى معهم وكان عنده علاقات معهم. كنا قادرين باغ اكزومبل اليوم، لماذا واش يمنع اليوم الجزائر باش باغ اكزومبل اليوم بزاف كونديدا؟ انا اليوم نشوف الحاج روراوه ونشوف السيد شرف الدين عماره صح، اللي عنده علاقات مع بعض الاطراف في الكاب، راهو نائب في اللجنه الماليه. نعم. لكن كيفاش تشوف هاد الناس وانت بما اننا في حصه واش يمنعني انا اليوم كجزائري؟ قال يا جماعه نعيط لكم وتوردان ديني، قال فوالا غدوه رايح كوميتي اكزيكتيف مثل الجزائر، انت عماره عندك صحابك، انت روراوه عندك صحابك، عاونوني اون في ان لوبينغ وباش كيفاش دير هذا اللوبيين، كيفاش دير هذا اللوبيين، كيفاش دير هذا اللوبي من اجل فوز الجزائر يا رشيد؟ يعني واحد يكون صريح مع نفسه. كيفاش دير هذا اللوبي وانت تعرف باللي في شيراتون مؤخرا لما جاوا داروا هنا الاجتماع تاع الكاف، دخل شرف الدين عماره كممثل للجنه الماليه، وزاد دخل بعده السيد جاهد زفزاف طلب من موتسيبي ان يخرج في عماره من القاعه. هذا ماشي كيفاش يشوفوك لي زافريكان تقول له هذا الجزائري ما يسحقوش يقعد، هذا ماهوش منتخب، هذا راه معين كنائب في اللجنه الماليه، انا جيت ممثل للجزائر ما يسحقش هذا يقعد. انا قالوا لي بان الكثير من الاعضاء تاع اللجنه التنفيذيه تاع الكاف ما عجبهمش الامر، قال لك انتم بيناتكم تاكلوا بهذه الطريقه، قال لك وتحبونا احنا وننتخبوا عليكم. يعني هذه كانت سقطه من رئيس الاتحاد. خلينا نسمع رشيد وسمير نعاود نرجع لك. سمير، شوف رضوان، صراحة نحن أمام إخفاء رياضي وإخفاء سياسي. إخفاء رياضي هذا يهم السيد جاهد زفزاف اللي ما عرف كيفاش يعمل، كيفاش يقولوا الحملة تاعو. أنا نظن أن الدولة عطات له إن كوب دافريك ديالو هنا في الجزائر في جونفي صح، و إن كوب دافريك في ديسات. يا عجب، جامي جاونا لي زافريكان كيما هذا الحضور كيما هذا تاع الرؤساء تاع الافريقيا ما عرفناش كيفاش نديروا. هذا له الصله بالعمل اللي داروا زفزاف اللي ما نجحش، اللي خدم وحده، ما تكلش على الجزائريين اللي كانوا قادرين يعاونوا، ما دارش استشاره. هذا في الجانب الرياضي. الاخفاق السياسي لماذا؟ لان لما تترشح الى هيئه كما هذه لازم لك موافقه تاع الدوله، وانا اعلم باللي الدوله وزاره الشباب والرياضه وصلت لها معلومات باللي جاهد زفزان ما كانت عنده اوكين شانس، ما عنده حتى حظ. نعم، ما كان عنده حظ. احنا كصحفيين وصلتنا المعلومه. فوالا هنا فاهم كيفاش وصلتنا المعلومه. سمير سامحني لكن ما كنتش منتظر انا هذا الراد ماري، ما كنتش منتظر، ولكن 38 15 انا قالوا ما يطلعش، لكن ماشي 15. لا نعطيك معلومه، وزاره الشباب والرياضه كانت عارفه باللي النتيجه تكون في هذا وعلاش خلاتهم؟ انا لو كان مساعد احسن. راهو انا حطيت لك انا صحفي تساؤلات، ولكن بزاف الجزائريين مام الاجانب قالوا باللي زفزف ما حظ في هذا السباق، وهذا ثاني لازم نشوفوا كيفاش نوجدوا الجزائريين الاستحقاقات القادمه. علي بن شيخ، هل تعتقد انها ضربه اخرى موجعه بالنظر لما يحدث في كره القدم الجزائريه؟ اخفاق ولا اخفاء؟
لو نبداوها من نهائيات كاس افريقيا، الاقصاء من كاس افريقيا في الدور الاول، اقصاء المنتخب الوطني من كاس العالم، اقصاء مختلف الفئات الشبانيه، فضيحه المنتخب النسوي ما نساوهاش، المنتخب النسوي الذي لم يسجل حتى من اجل لعب التصفيات لنهائيات كاس او للاولمبياد القادم، عدم المشاركه في كاس افريقيا ل 23 المهم ما لا تعد ولا تحصى الاخفاقات. ولكن تزيد تجي اليوم بلاد كيما الجزائر، يجي واحد ممثل ليبي يفوز على الجزائر بهذه الطريقه المخزيه، اعتقد انه بلغ السيل الزوبه، يعني اون ديباسي لي ليميت. الامور تطورت الى درجه تجاوزنا الخطوط الحمراء. نو انا ما شكيتش جوزنا الخطوط الحمراء، شكيتش. الخطوط الحمراء كانت جازت واحد الوقت وبصح ما حبتش تجوز. فهمني؟ ما فهمتهاش. ايه ما فهمتهاش، فهم روحك. انا نظن مازال الروج مازال ما لحقناش. انت قلت من قبيله ولا فهمت مليح بالعربيه واش قلت؟ قلت هل درنا ثقه في الراجل اللي لازم هكذا وعطيتني اللي قلت الرجل المناسب. مناسب. قلت هل درنا الثقه؟ شكون هل؟ دولة هل دارت ثقة في الرجل المناسب باش يمثلها، لأنه هذا انت تسمى هنايا الدوله اللي دارتو. دولة اللي دارتو بيان سور. ما وافقتش، عطاك الموافقة سينو ما يشاركش. ماشي هذه. انا نهضر على هذه. ماشي نهضر على هذه، انا هذه قلت لك ماشي ما ديباسيناش الروج في هذه اللي ما نهضرش عليها انا. لا كاين دار رئيس اتحاديه اللي خفا كما تقول، اللي خفق اللي سلوي اللي شاك من عند من جا اللي داروا، ماشي اللي هو خاطئ، هو عنده عام مازالوا 3 سنين دون 3 سون تولي 4 يحاسبوه ديروا معاه البيلون، مي اللي داروا هو اللي يحاسبوه. صح انا معك. مي اللي داروا واحد ما حب يقول شكون اللي داروا. دونك انا يا سي زفزاف قول له مازال عنده 3 سنين، خليه يزيد يكمل 3 سنين. انا بوزي لك كاسيا من قبيل رشيد تكلم وقال كلام على كل حال صواب، قال كي جبد راه عماره شرف الدين عنده شويه لي كوليس يعرف يخدم، خدم عام هو ابوبري، ولا يتنحى. فهمني علاش يتنحى وشكون نحاه؟ صح. هذا السؤال يبقى مطروح. صح. اليوم هو اللي ديسيدي دو ديميسيوني على الورق. انا ما نامنش. انت تامنها. صح باش نبقاو في الموضوع، انت ولو انك لا تريد الحديث على كثيرا تعتبرها هذه ماشي تجاوز الخطوط الحمراء، ولكن ماشي خطوط الحمراء. معليش خلينا نسال. راه نخليك حتى الصباح ولا حبيت. راه ما نقاطعكش. كيف انت ممثل ليبيا اللي ماهوش رئيس اتحاد، منتخب ليبي ما يتأهلش حتى لكاس افريقيا، ضعف كثير في التسيير تاع الاتحاديه الليبيه، كيفاش تقدر الاتحاد الليبي يقدم؟ والناس كانت تتحدث على انسحاب هذا الشلماني وديتريمون للجزائري، وفي الاخير يفوز عليك بهذه الطريقه المخزيه 38-15. عمار بهلول ما كانش رئيس للاتحاد، جاب 24 صوت، يعني مع احترامنا لعمار بهلول ولكن نافس الشلماني 24-29، الشلماني جاب 29. صح. هذا احنا رانا 15، يعني ضربك بصفعه. داكور. انا نريبوندي لك بار اون كيستيون. وي تفضل. اليوم علي جاوبتوا على كيستيون. لا بيان سور. انت راك تكلمت قلت كيف جاز تاع ليبيا هرب عليه 28-14 وراح عليه وكذا. صح. يا هل ترى كي توزن البريزيدون فيديراسيون في هذا الباب هذه قبل ما تلحق لهذا الباب، اهضر معايا انا قبل لي ريسبونسابيليتي. إليميني إيكيب أ، إليميني كوب دافريك كوب دي موند، إليميني 23، إليميني لتحت زيد، إليميني ونقعدوا غير نوليو كي هذاك الديسك مري، إليميني كاش واحد تتحرك؟ نو. تبدا به وتبدا المسؤولين من وزاره الشباب والرياضه والفيدراليه، كاش واحد تحرك؟ سامح لي دوكا نهضروا بكل صراحه، وين راح لي شكل كبير كاع الصفقه الكبيره، هل هذا ولا اللي كي ما جاش؟ هذه كتر صح. أنا موافق. هذه اللي كتر. صح. معليش هذا ما جاش، لأن نقولوا ممكن ضعيف، يعني نقولوا ضعيف، نقولوا اللي معاه ضعفاء، نقولوا ضعفاء. اوكي. المكتب ديالي ضعيف. صح. انت تجي جيب لي السيد هذا ما يجوش.
باينه ما يجوش، باينه يا ناس ابارتير دو مومون لي ليميني من فوق لتحت كاع لتحت، ولي زونترينور اللي راهم يجيبوهم ممكن نتكلموا على قبيله ما من البنات راهم يجيبوا لهم لي زونترينور من الهيئه. صافي دير كو هذا الشيء هذا راهو ما نجيبش نقول كان خلينا. لا قبيل طرحت سؤال انا جو ريفيان ا ان موا دو سا سمير لاماري لا فين رومارك انايا كونسيرن يبقى il a posé la question قلت لي زاكي تاع عمار بهلول اسكو on les a كيفاش ها On les a exportés. Voilà. Est-ce qu'on les a exploités? Des acquis تاع عمار Aujourd'hui, c'est vrai, il a raison. Aujourd'hui, il aurait pu faire, par exemple, appel à Amar Bahloul. Amar Bahloul a ses entrées au niveau de certaines fédérations africaines. والله غير عنده كان قادر يجيب له au moins une dizaine de voix. كيفاش يعيط عمار بهلول هو ماهوش في المكتب الفيدرالي. عمارة اللي كان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم واللي هو يا رشيد خويا يعني باش واحد يهضر يكون لوجيك برك اللي هو جلب هو اللي جلب زفزاف كماناجر عام للمنتخب. يا اخي زفزاف جا ماناجر عام كان يروح يكري ليكيب ناسيونال احترامنا ليه كان يروح يكري للوتيل يشوف الاماكن. في عهد جمال بلماضي عمارة كان بريزيدون فيدراسيون جا الكوميكس الاجتماع تاع الكاف قالوا لازم يخرج عمارة هو اللي جابه قالوا لازم يخرج. هذه واحدة. ثانيا في هذا البلاطو انا في نهائيات كاس يوديسات لعبنا الجزائر المغرب لعبنا في قسنطينه كامل المكتب الفيدرالي وكامل الاعضاء وكامل الفاعلين في الحركه الرياضيه في الاتحاد راحوا يشوفوا الماتش عم بالهم نربحوا في قسنطينه لقاء الجزائر في قسنطينه وخلاو سونغور رئيس الاتحاد السنغالي وقالوها للناس اللي كانوا في نيلسون مانديلا قلتها في هذا البلاطو داروا لنا بيان قال لك لا كان تما رئيس لجنه التنظيم السيد حكيم مدان كان لاتي بالتنظيم بصح معليش هاو تما نستقبلوا حتى واحد هو قالها لاعب دولي سابق يجي نهار ونسيتي اسمه قال له كيفاش هاد الجيري تحبونا حنا نفوطيو عليكم هو فيس بريزيدون تاع لاكا هو الفيس بريزيدون تاع موتسيبي مؤثر كيفاش انت ما تستقبلوش ما كاين حتى واحد في استقباله في نيلسون مانديلا وحده قاعد في لالوج كي يجوك هاد الناس وما تستثمرش فيهم كيفاش حبيت تطلع في لاكوف يا رشيد انت رحت لي لعمار بهلول وعماره راني معاك بصح السيد ما استقبلوش ميم با رئيس الاتحاد السنغالي اللي هو لاجوان تاع موتسيبي. انا واش قلت لك سيتادير جابر وراه ما نقدروش نقولوا بلي الناس هذول يخدموا هذا ما على بالوش شنو يدير. Quand il faut s'attaquer à des élections pareilles, il faut pas partir les mains vides, il faut partir avec des armes solides. ما تروحليش بيا تاع 5 كو تروح دير لا غير كيما هذه، روح بازوكا وروح اف ام بيكا وروح باسكو راك داخل اونغير هنايا. انا قلت لك قبيل لو كان سوليسي تاع عروره وسوليسي تاع عمار بهلول وسوليسي تاع عمار شرف الدين ربما كان يديروا لوبي يقدروا هما يديروا. لهذا احنا لكن سؤال كاين سؤال واحد ما اخر بعد عليك قبل ما تروح اليوم من داعش من جماعه الكاف هذو اللي فوتيو على ناس صراحه شلماني اليوم بارك الله فيك هما عندهم يعني اليوم هذو جماعه الكاف انا جو ديري سون دي زانغرا باسكو جاو الجزائر 3 فوا 2 فوا اون ليسبان دو 4 فوا اسمح لي جاو الجزائر الشهر جاو الجزائر اللي كان U17 والجزائر رحبت بهم وداوهم دون لي سيت توريستيك ولا ما فوتوش عليكم لا ما ننتقدوش عليكم وعلى ما يرجعوناش الجميل واش الجميل واحد اخرين راهم يستقبلوهم بلي زونفلوب وما رجعوناش الجميل صح هما هنا في لاكان ايزون ايتي تري بيان اكوي كوم دي روا ايزيتي تري ساتيسفا خلينا اندور دو لانسيدون دو سانغور en dehors de l'incident de Senghor. Je veux dire que les membres de la CAF ont été bien reçus. ils étaient bien reçus. واليوم يطعنوك في الظهر. في الدار انت ما تعرفش تخدم. ما عليك هذا المشكل تاعنا المشكل تاعنا باللي ما تعرفش تخدم. بيان سور. المشكل تاعنا ان احنا توجور نبكيو على الاطلال. هاو خدعونا هم ضربونا في الظهر حنا ما نعرفوش نخدموا على بالي كنا في الكوميتي اكزيكيتيف تاع لاكاف على كنا نجيبوهم ونوكلوهم ونبربروهم ما كناش نديروا ولكن كنا نعرفوا نخدموا دوكا ماناش نخدموا مليح. انا نقول لك جا رئيس الاتحاد السنغالي خلاوه وحده في نيلسون مانديلا كي تكلمت انا داروا يعرفوا يديروا لنا غير البيانات سون فور داروا لنا بيان في الفاف لا سونغور الى ايتي بيان ريسو كان تما رئيس لجنه التنظيم لا زيد روح رئيس لجنه راحوا كامل لقسنطينه باش يبانوا في الكاميرا دينا 3 وجينا رايحين علي واش تاع الضيف باسكو كان بدنا نهضر شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة.
شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة.